دكتور أحمد زويل عالم الكيمياء المصري أول مصري ياخد جائزة نوبل في العلوم. كان من أكتر الناس التزاما بمبدأ التركيز رغم إن كان عنده فرص كتير في مجالات مختلفة، بس ركز على شغله في الكيمياء وطور نفسه فيه لدرجة إنه بقى الأول في العالم. بص يا صديقي، أنت واقف دلوقتي في لحظة تحول حقيقية في حياتك. أنت عندك اختيار، يا إما تفضل عايش زي ما أنت زي دلوقتي كده عمال تجري ورا الوقت وما تلحقوش، تحس إنك مشغول بس مش منتج، تنام كل يوم وأنت زعلان من نفسك، يا إما تقرر إن النهارده هو بداية حياة جديدة ليك، حياة أنت فيها رئيس نفسك، أنت فيها عارف أنت رايح فين وليه، أنت فيها مش بتجري ورا الأحداث، الأحداث هي اللي بتجري وراك، حياة أنت فيها بتصحى كل يوم وأنت متحمس مش خايف، حياة أنت فيها بتحمد ربنا على إن عندك هدف واضح وإنك بتتقدم فيه. أنا عارف إنك مرهق جدا وإنك بقالك فترة حاسس إنك واقف في مكانك أو حتى بترجع لورا وبتبص حواليك وتلاقي ناس زيك أو أصغر منك وصلوا لحاجات أنت لسه بتحلم بيها، وده مؤلم. أنا فاهمك جدا، بس عايز أقول لك إن التأخير مش نهاية العالم. التأخير ده ممكن يكون أحسن حاجة حصلت لك، لأنه هيخليك تقدر النجاح لما توصل له، هيخليك أقوى وأكتر صبر وأكتر حكمة، هيخليك لما تنجح بطريقة صلبة ومستمرة مش مؤقتة زي ناس كتير. كل الأشخاص اللي حكيت لك عنهم كانوا زيك بالظبط في يوم من الأيام. سيف كان حاسس إنه ضايع ومش لاقي معنى لحياته، داليا كانت بتشتغل 14 ساعة ومش بتحس بإنجاز، آدم كان محبط ومش عارف هو رايح فين، نهى كانت خايفة تاخد أي قرار زيك بالظبط، ومع ذلك كلهم قدروا يغيروا حياتهم، مش لأنهم أذكى منك ولا أفضل منك ولا هم اتولدوا بمواهب خاصة، لا، بس لأنهم قرروا يطبقوا نظام بسيط وواضح لحياتهم، ولأنهم اتحملوا صعوبة البداية، ولأنهم ما وقفوش مكانهم رغم المقاومة. وأنت تقدر تعمل زيهم، مش بس تقدر، انت هتعمل، وانا واثق فيك حتى لو انت مش واثق في نفسك قوي دلوقتي. انا متاكد ان فيك امكانيات انت نفسك مش شايفها، عارف ان عندك طموحات كبيره قوي جوه قلبك بس خايف تقولها حتى لنفسك، عارف انك عايز تكون مثال لاهلك ولاصحابك ولاولادك لما ربنا يكرمك بيهم. وهقول لك سر بقى، كل ده ممكن، كل حلم انت مخبيه في قلبك ممكن يتحقق، كل هدف انت حاسس انه بعيد ممكن توصل له، بس محتاج شيء واحد بس منك، تبدأ النهارده، مش بكره ومش الاسبوع الجاي، النهارده. اقعد دلوقتي بقى واكتب اهم 3 حاجات في حياتك، اهم 3 اهداف انت عايز توصل لها، وبكره الصبح ابدأ يومك بواحده من ال3 حاجات دي، اي حاجه حتى لو كانت خطوه صغيره، مش مهم تكون مثالي، المهم انك تبدأ. ولما تحس بالتعب او المقاومه افتكر اللحظه دي، افتكر الاحساس اللي جواك دلوقتي، الرغبه في التغيير والامل ان حياتك تبقى احسن، افتكر ان في ناس بتحبك وعايزه تشوفك ناجح ومبسوط، ان عندك قيمه كبيره في الحياه، وان العالم محتاج الحاجه الجميله اللي جواك تطلع للنور. انا مؤمن بيك ومؤمن انك هترجع هنا تاني قريب، بس انت وقتها هتكون شخص مختلف، شخص اقوى واكتر ثقه في نفسه وواضح جدا في اهدافه، شخص عايش الحياه اللي يستحقها فعلا. يلا قوم دلوقتي وابدا حياتك الجديده، حياتك الحقيقيه، وانا مستنيك تحكي لي عنها.